السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنعمل تدريب عملي ازاي لو الكهرباء قطعت وفي حد محبوس جوه الاسانسير ما بين دورين، ازاي نخرجه بسلاسة ان شاء الله. اول حاجة بنعملها ان احنا بنفصل المفتاح العمومي بتاع الاسانسير بالشكل ده كده، حتى لو الكهرباء مقطوعة لانها ممكن تيجي في اي وقت. الحاجة التانية، بنفتح الدراع الفرامل. الدراع ده بيتحرك حركتين، يمين وشمال. في النص بيبقى قافل الفرامل، يمين او شمال بيفتح. افتح. الحاجة التالتة، بنبدأ نحرك الحدافة دي. في اتجاه بيبقى سهل واتجاه بيبقى صعب على حسب الحمولة اللي في الأسانسير. فأنت بتحرك في الاتجاه السهل ليك، حرك كده. طبعا وانت بتحرك ببطء علشان الكابينة ما تجريش جامد. لو حسيت انها جريت منك هتسيب الفرامل، هتقف في لحظة. بنفضل نحرك كده لحد امتى؟ كل دور عليه علامة على الحبل. حرك العلام اهو، العلام الابيض ده. بنفضل نحرك لحد ما العلام يوصل لحد الكمر بتاع المكنة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. العلام وصل قصاد العلام اللي على كمر المكنة كده. اللي جوه الاسانسير بمجرد ما هيزق الباب لبره هيفتح معاه وهيخرج بهدوء تام. شكرا، السلام عليكم.